صرخة ألم حفيظ درجي بعد الخسارة أمام المغرب. الكرة الجزائرية تنزلق نحو الهاوية. إليكم التفاصيل. في تصريحات صادمة هاجم المعلق الجزائري في قنوات بين سبورتس حفيظ درجي الكرة الجزائرية، وألقى بالمسؤولية على المسؤولين عنها بسبب الإخفاقات المتكررة في الفترة الأخيرة. وجاءت هذه التصريحات بعد الخسارة المدوية التي مني بها منتخب الجزائر لأقل من 17 سنة أمام المنتخب المغربي في ربع نهائي كأس إفريقيا. وفي تغريدة نشرها على حسابه تويتر، هاجم دراجي بشدة الإخفاقات المتتالية للكرة الجزائرية، واتهم المسؤولين عنها بالتسبب في هذه الحالة المزرية. وقال دراجي: من تدخل في انتخابات الاتحاد الجزائري الأخيرة لفرض مرشحه دون أدنى اعتبار لوضع الكرة الجزائرية وحاجتها للتغيير يتحمل مسؤولية الإخفاقات المتتالية على كل المستويات. وتابع دراجي في تغريدته بسلسلة من الإخفاقات التي مني بها منتخب الجزائر في الفترة الأخيرة، بما في ذلك الخروج المبكر من الدور الأول لكأس إفريقيا للأمم بالكاميرون، والإخفاق في بلوغ مونديال قطر، والفشل في الفوز بنهائي بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر، والإقصاء من التأهل لنهائيات كأس إفريقيا للألعاب الأولمبية القادمة، والإخفاق في التأهل لنهائيات كأس إفريقيا في فئات الأقل من 20 و23 و18 و17 سنة. وختم دراجي تغريدته بقوله: لا أعتقد أن الكرة الجزائرية نزلت في ظرف سنة ونصف لمثل هذا الحضيض عبر التاريخ، ما يقتضي ثورة رياضية شاملة في كل الرياضات وعلى جميع المستويات.